أصدرت الغرفة الجناحية التلبسية بالمحكمة الزجرية عين السبع في الدار البيضاء أحكاماً بالسجن النافذ بحق اليوتيوبر رضا البوزيدي المعروف بلقب ولد الشينوية واليوتيوبر بنت عباس. وقضت المحكمة في جلسة عقدت ليلة الاثنين الثلاثاء بسجن ولد الشينوية 3 سنوات نافذة، بينما حكم على بنت عباس بالسجن 2.5 سنين. في المقابل برأت المحكمة أقارب المتهمين الذين كانوا مشمولين في نفس القضية، وشهدت قاعة المحكمة توتراً واحتجاجاً من عائلات المتهمين الحاضرين عقب صدور الأحكام، حيث عبروا عن استيائهم بالصراخ والعويل رغم تقديم المتهمين اعتذارات عن التهم الموجهة إليهم. وكانت القضية قد بدأت بتقديم المتهم ولد الشينوية أمام النيابة العامة في حالة سراح إلى جانب والدته وأشقائه وامرأة أخرى، وذلك على خلفية اتهامات تضمنت السب والقذف، المس بالحياة الخاصة للغير عبر وسائل إلكترونية، التشهير، اقتحام ممتلكات الغير، التهديد، إحداث الفوضى في مرفق أمني، والتلويح بارتكاب جناية. على إثر ذلك أمرت النيابة العامة باعتقال رضا البوزيدي وبنت عباس وسط جدل كبير أثارته القضية على منصات التواصل الاجتماعي.